السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعت لكم من تاني زي ما حضراتكم شايفين الشغل. البلاطة دي رسمتها حلوة تمام، بلاطة شيك ورسمتها مية مية، بس فيها مشكلتها ان ما ينفعش تركب في صالون حلاقة او سوبر ماركت او صالة بيت او مدخل بيت او صالة الشقة. ليه ما تنفعش تركب؟ علشان الرسمة بتاعتها هتمسح او تبهت من كتر المشي عليها، علشان كده مش هتنفع. تنفع ممكن يعني في مخزن او غرفة النوم او غرفة الاطفال، حاجة يكون ما عليهاش مشي كتير. علشان كده حبيت ان انا اعرفكم المعلومة دي. تمام، بس تاني حاجة لازم ضبط الشغل، وتكبس البلاطة كويس، فرد المونة تمام، نوزن البلاطة تمام، كل ده مهم. اهم حاجة ضبط الشغل، اهم من الشغل. بس فحبيت اوضح لكم المعلومة دي، علشان كتير بيسأل ليه ما ينفعش ان هي تركب. زي ما قلت لكم ان هي رسمتها حلوة ورسمتها شيك ورسمتها تمام، بس مشكلتها ان هي هتمسح. هي دي العيب الوحيد اللي فيها، لكن كشكل حلوة خالص، كرسمة مية مية. مشكلتها الوحيدة ان هي بتمسح بس كده، لكن الليزر ما بيمسحش او بلاط الجرانيت ما بيمسحش. لكن المرسوم ده مشكلته الوحيدة ان هو بيمسح على طول. تمام، وزي ما حضراتكم شايفين الشغل. واي حد عنده سؤال يسأل، مفيش مشكلة. اي حد عنده استفسار يسأل برضه، مفيش مشكلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.